بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، من باب الأخوة في الإسلام والحرص على مكانة من يقف مع المسلمين، وحسن الظن في الرئيس المسلم التركي رجب طيب أردوغان. نحن الشعب السوري الحر بكافة عشائره وأعراقه والمجتمع المدني عامة، وباسم أبرز شيوخ قبيلة بني خالد الشيخ أحمد الخالد العرار خاصة، نتقدم بأطيب التبريكات ونهنئه بفوزه رئيسا للدولة التركية الصديقة، ونهنئ الشعب المسلم عامة كونه يحمل راية الإسلام في هذه الظروف رغم كل المؤامرات والتحالفات التي تحاك ضد المسلمين، وموقفه المشرف تجاه الشعب السوري الأعزل الذي ذاق ويلات الحرب من قبل عصابات الأسد الإجرامية الطائفية الإرهابية المدعومة عالميا من قوى الشر. فمن واجبنا الشرعي والأخلاقي والإسلامي أن نقف معه وندعو له بالتوفيق والثبات على مبادئه الإسلامية الصحيحة، ونحثه على نصرة الشعب السوري المظلوم للخلاص من واقعه الصعب. مبروك أردوغان، مبروك للشعب التركي، مبروك للأمة الإسلامية.